أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة. اليوم فاتح يناير 2026 ماشي غير يوم عادي في التقويم. هذا النهار هو يوم الصفر لمنظومة اقتصادية جديدة في المملكة المغربية. عشرات القرارات والقوانين دخلت حيز التنفيذ اليوم باش تغير ملامح التعاملات المالية، الأجور والضرائب. إذا كنت أجير، متقاعد، صاحب مقاولة أو مستهلك عادي، هذا الفيديو غادي يعطيك الخلاصة باش تعرف شنو واقع في جيبك وفي السوق بابتداء من اليوم. أول خبر كيهتم به الملايين: الزيادة في الأجور. اليوم رسميا تم تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور أو السميك SMG بنسبة 5%، اللي رفعت أجر الساعة ل 17.92 درهم. يعني كل عامل في الصناعة، التجارة والخدمات غادي يحس بالفرق في الشكل الأداء ديالو هاد الشهر. هاد الخطوة جاية لمحاربة التضخم اللي عياو منه الأسر، وكتنضاف ضمن جولات الحوار الاجتماعي. وماشي غير الأجور، اليوم كيبدأ تنزيل أضخم ميزانية في التاريخ، ميزانية 2026 اللي تجاوزت 760 مليار درهم. هاد الميزانية كتغطي استثمارات ضخمة في الصحة والتعليم، آلاف المناصب الجديدة في القطاع العام، واستمرار الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، واللي ولا اليوم ركيزة أساسية في الدولة الاجتماعية. بالنسبة للمتقاعدين الخبر زوين، اليوم كيدخل الإعفاء الضريبي على معاشات التقاعد الخاصة بمنخرطي سيمير حيز التنفيذ. هذا القرار غادي يسمح للمتقاعدين باسترجاع جزء من الضرائب، يعني زيادة ملموسة في معاشاتهم الشهرية تقديرا لسنوات خدمتهم وعطائهم. وعلى مستوى السوق والأسعار، قانون جديد على الاستيراد دخل اليوم. جميع شركات الاستيراد خاصها دابا تصرح بمواقع التخزين ديال السلع. الهدف واضح: محاربة المضاربات واحتكار السلع في المخازن السرية، وضمان وصول المواد الأساسية للمواطن بثمن عادل. هذا الإجراء جزء من استراتيجية الأمن الغذائي. أما على مستوى الأوراش الكبرى، 2026 هي سنة السرعة القصوى. الميزانيات الاستثنائية كتستثمر في الربط السككي بالقطار فائق السرعة لمراكش وأكادير، وتوسيع المطارات الدولية. المغرب اليوم كيتحول لخلية نحل حقيقية باش نكونوا جاهزين ماشي غير للرياضة، ولكن باش نكونوا قطب اقتصادي عالمي يربط إفريقيا بأوروبا. طبعا هذه الطموحات كترافقها تحديات. الخبراء كيراقبوا كيفاش الحكومة غادي تدبر عجز الميزانية، واش غادي نحتاجوا للاقتراض الخارجي ولا النمو بنسبة 4% كافي لتغطية هذه المصاريف الضخمة. لكن المؤشرات الأولية خصوصا في الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات كتدل على تفاؤل كبير. في الختام، اليوم كنعيش مرحلة انتقالية كبيرة. القوانين اللي دخلت اليوم غادي تأثر على حياتنا هذا العام وما بعده. المغرب كيطمح للأفضل، والتغيير كيبدأ ديما بإصلاحات جريئة وقوية. نتمنى نكونوا قربنا لكم أهم المستجدات ديال اليوم. إذا بغيتوا متابعة يومية ودقيقة لكل ما يهم الاقتصاد المغربي وقضايا المجتمع بأسلوب احترافي ومبسط، اقتصاد اليوم بين يديك. ما تنساش دير أبوني وخليك ديما مع اقتصاد اليوم.